وسهلا بكم مشاهدينا مع حلقة جديدة من برنامج حكاية من عرب الأناضول. أكيد أنتم مشتاقين تسمعوا منا حكاية جديدة من عرب الأناضول. نحن هلا متواجدين بقرية جديدة تسمى بقرية مقبرص اللي بتسمى بالتركية بيوطاز، تبعد حوالي 35 كيلومتر عن مدينة أنطاكيا و10 كيلومتر عن الحدود السورية. مشاهدينا هلا رح ناخذ جوله مع اهالي قريه مقبرص ونشوف الضيعه ونشوف الجوار الضيعه مع اصحابها. خليكم معنا. يوجد في قرية مقبرص مسجد واحد ومدرسة واحدة ومستوصف واحد، والأمر الغريب الذي شاهدناه من خلال جولتنا في هذه القرية، شاهدنا العديد من السماعات فوق الأماكن لسماع صوت المآذن التي تصدر من هذا الجامع الوحيد الموجود في هذه القرية. من ورائنا مباشرة يوجد الحدود السورية، والنهر العاصي هو الذي يحد بين تركيا وسوريا. تشتهر قرية مقبرص بزراعة الزيتون، كما تشاهدون من ورائنا مباشرة هناك مزارع للزيتون، وكما يشتهرون أيضا بزراعة الثوم والتبغ والقمح، وأيضا يقومون بتربية الحيوانات الداجنة. مرحبا خالي. مرحبا. شو اخبارك؟ الحمد لله. كيفكم انتم؟ ان شاء الله تكونون يعني. كيف صحتك؟ الحمد لله. كم عندك اولاد؟ عندي البركه 6 7. 6 7. إيه. شو عم يشتغلوا اولادك؟ والله شفت هي. يعني بالمزارع عم يشتغلوا مزارعين. ايه مزارعين. طيب الضيعه، فيكي تحكي لنا عن الضيعه شوي، شو عم تعملوا بالضيعه؟ احنا بنشتغل، شفت هي نزرع توم، نزرع بصل، نزرع توم، نزرع حنطه. هذا ابن المختار. مرحبا عمو. بعدين شو اخبارك؟ الحمد لله. كيف انت؟ يا اهلا وسهلا. طيب فيك تحكي لنا انه اصولكم، اكيد كل واحد له بيكون اصل من مكان ثاني، انتم بتعرفوا وين اصولكم جاي؟ والله نحن هلا في هذا ما بنعرف، هي بنعرف اجدادنا واباتنا وهي. أيوة. بس في هذا بيقولوا اول رحنا هيك السنه على العمق. في واحد قال حسب نسب، قلنا له من؟ قال نحن لسه اجداد. أيوة. نعرف حسبنا نسب. قلنا له نحن بنعرف جدنا وابونا وهي، لا قبل ما بنعرف يعني. ايوه، يعني في ناس هون بيقولوا نحن اصولنا من سوريا مثلا، انتم شلون بتفكروا؟ والله نحن في عنا قرايبين في سوريا كان. ايوه. هي حتى هلا ابن عمي، انا ابن عمي لازم في حمص، هذا حمص العاديه. ما رحنا لعند ولا نجي. حاجة بدنا نسألك، أنت بتشتغلي في شغل البيت ولا في عندكم مثلا بيساعدوكي في شغل البيت وأنت بترتاحي؟ أنت صرتي ست البيت لازم ترتاحي. انا برتاح الحمد لله، عندي كانتي صبيه وكانتي صبيه واثنين بيشتغلوا وانا ببروك. يعني أنت الأمر الناهي عليهم. ايه. إحنا كان طيب النسوان قبل، يعني أيام زمان، أنت صار لك زمان في القرية بتعرفي، أيام زمان شو كانوا بيسووا؟ بيحصدوا بيربطوا على ايدهم، بيدرسوا على الحيلان، بيعملوا كل شغله. هلا الحمد لله الزمان صار مستريح.
مشاهدينا، الاحجار اللي بشوفوها قدامكم على الشاشه واللي انا قاعد عليها هلا هي اجت من سوريا على ظهر البغال لهي القريه. مشاهدينا، معنا احد اهالي القريه اللي هو من بيت النجار. مثل ما بتعرفوا انه بيت النجار ممتده لحد سوريا وهي مشهوره كثير بسوريا، بس نحن حابين نساله عن هي الحنفيه الموجوده ورانا مباشره. بيقولوا عليها انها حنفيه تاريخيه كثير، ممكن تحكينا عنها شوي؟ ايوه، هي الحنفيه تاريخيه، بس المتعمر البركات المتعمرات من زمان 80 سنه. نحن سهلنا لما نسال اجدادنا، وفي ناس عمرها من 80 90 سنه، سهل دخل من 80 85 90 سنه، بس المغاره اللي فيها اكثر من 80 سنه، حوالي 100 150 سنه. هي ايش بيقولوا الحنفيه، يعني حوالي 80 85 90 سنه. نحن شفنا في عليها كتابات عربيه كمان، يمكن تكون تعود لعصر العهد العثماني. والله ما بعرف، يعني هي ايش بدي اقول لك، يعني هي من حوالي 80 85. انا سهلت عنا الكبيرين بيعرفوا اكثر مننا، ذاتي بناخذ كلام الكبيرين. حوالي 80 85 90 سنه. اي بس المغاره من 100 150 سنه بتلحق لبراط الضيعه يعني. طيب هي المغاره لوين لحد وين بتمتد؟ بتطلع لبراط الضيعه، حوالي ابو 300 متر 400 متر واكثر. فيها جواتها ما مغاره واحده، تفوت مغاره بتطلع مغارات كثير، يعني حوالي 4 5 مغارات جوات مغاره يعني. مشاهدينا، اياكم تروحوا بعيد لانه بعد شوي راح تبلش معنا الحكايه، خليكم معنا. هلا معنا الحجي قاسم اللي هو احد اهالي القريه، بدنا نحكي معه هلا ونسال عن احواله. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. طيب حجي، انت شو عم تشتغلوا؟ شو شغلكم هون؟ انا شغلنا عمال، يعني شفتيه بالرعي، بالمزرعه يعني. بالمزرعه بنشتغل بيرزقنا. اي نعم. عندكم بساتين من فضل الله كل شيء عندنا الحمد لله، الحمد لله كل شيء كثير عندنا كمان الحمد لله. ايوه. في عندكم اشجار زيتون وبتعصروا زيتون؟ الحمد لله كويس، عندنا بريسه، هاي البريسه تبعنا الحمد لله كمان. طيب انت بتشتغل لحالك ولا في حدا بيساعدك؟ والله انا واولادي كلنا بنشتغل سوا، هو بنسكري اجار كمان، بنسكري عمال كثير، بنسكري حتى نشيل شغل. ايوه. بلا عمال ما بشيل شغل. اي نعم. طيب اولادك ساكنين معك ولا؟ والله اولادي واحد منهم هون وثلاثه في السعوديه عم يشتغلوا. اي نعم. طيب اولادك اللي بالسعوديه شو عم يشتغلوا هناك؟ ايش بقول هذا، خياطين. ايه عم يخيطوا. إيه؟ ايوه خياطين. ايوه. طيب هن بيجوا لك زياره بالعيد بالكذا؟ والله بيجوا يعني كل سنه سنتين بيجوا مره، بيروحوا ما بيوقفوا هون يشتغلوا كويس الحمد لله. الحمد لله. طيب عمو بدنا نسالك كمان، انتوا الكم اهل بسوريا؟ انا سمعت انه اهل القريه مثلا معظمهم لهم اهالي بسوريا، انتوا الكم كمان؟ قديم ابوي الله يرحمه بيقول يا ابني نحن اساسنا من سوريا، من ريحه. هيك ابوي بيحكي لنا. يعني نعم. هي مدينه ريحه، هي ريحه وين واقعه بسوريا؟ والله من حلب هيك لقدام، يقول من حلب هيك لقدام، ما يعني ما بعرف، انا ما رحت عليها قرشي يعني، انا ما رحت. هي ضيعه ولا منطقه؟ بدها تكون منطقه يعني. نعم، لان انا ما رحت عليها، يقول لك رحت عليها بكون كذبت عليك. ايوه. طيب في حدا من اهلكم هونيك عم يجي يزوروكم شيء؟ والله بعد اوقات يعني بعد سنين يعني. ايه
الا قديم يعني على طول نحن كنا نروح وإن يجوا قديم يعني اهلنا ما نحن على اهلنا قديم اهلنا يروحوا ويجوا على طول. السلام عليكم. حجي اهلا وسهلا بيك برنامجنا. بنحييك حجي. انتوا بدنا نعرف منك حجي، من امتى صار لكم عايشين هون هي الضيعه؟ صار من زمان فرنسا، من زمان فرنسا على في دخول تركيا تولد يعني انا هذا اللي بعرفه. طيب انتوا شفتوا الفرنسيين لما دخلوا؟ والله ابوي هيك بحدث لنا عنه، انا كنت صغير هيك مثل هالبنت هيك يعني انا مثل هالبنت هيك شيء قليل بحد عليهم. ايوه. اي نعم. طيب هي العصايه اللي بايدك اكيد في لها قصه بدك تحكي لنا اياها. العود هذا الله يرحمه الوالد إيه؟ سواه كرمالي اذا كان حكه ظهره يمد ايده يحك ظهره فيه. يعني مشان يحك ظهره. اي نعم. وانت كمان ورثته من ابوي الله يرحمه. اي نعم. أيوة. طيب ممكن تحكي لنا عن ايام زمان وقت كنت شاب، انتوا الاهل الضيعه شلون كان علاقتكم؟ شلون كان تحكوا مع بعض؟ علاقه الجيران مع بعضها؟ علاقتنا الحمد لله مع جيراننا كثير كويسه الحمد لله، جيراننا كلهم جماعه اهل اشراف طيبين، اهل دين اهل ذمه الحمد لله. يعني نحن جيراننا الطيبات الحمد لله، ومع الضيعه كلنا كويسين الحمد لله. نحمد الله. نحن سمعنا كثير هيك من اهل الضيعه هيك بيقولوا قبل ما كان في تلفزيونات، ما كان في لا في تلفزيونات لا في اذاعه لا في راديو، كنتوا تجتمعوا وتحكوا حكايات، ما هيك؟ هي قديمه الكتب كنا يقروا في الكتب ونستمع على ابوي الله يرحمه يقرا لنا بكتاب عنتر وفي كتاب مفتوح الشام. اي نعم. زيد الهلالي، ما هيك؟ ابو زيد الهلالي. نحن زيد الهلالي ما قرينا فيه، بس كتاب عنتر وكتاب مفتوح الشام ابوي يقرا لنا فيهم على طول. ايوه. مفتوح الشام كثير كويس الحمد لله رب العالمين. يعني ابوك كان حكوياتي كمان؟ لا بالكتاب، الكتاب هو اللي يحكي، ابوي يحكي لنا اياه. ايوه. يعني الناس كانوا يجتمعوا عندكم نحن بس عائلتنا بس قرانا، نحن وليداتنا، نحن ابوي وليداته. نعم. بس انتوا شو اسمه الحكومه التركيه ساعدتكم مثلا، اللي بيساعدوا الختايره يساعدوا؟ انا هيك سمعت انه بيساعدوا كثير اهل الضيعه. يساعد والله الحكومه ما بتقصر يعني على طول الحمد لله رب العالمين، ايدها طويله الحمد لله طويله مع العباد وعلى تساعدهم الحمد لله، ما نحسن ننكر. اللي بينكر نعمه الله الله بيجول عنه. مزبوط. حكومه كويسه الله يديم علينا. هلا انا بدي احكي شوي مع الحجه. اهلا وسهلا حجه، كيفك حجه؟ الله يعطيك العافيه. حجه انت كمان بتشتغلي بالبيت بس ولا بتساعدي الحجي؟ لا والله في البيت ما بقدر. عجزت هلا، عجزت، كنت اول اشتغل معه بعد هلا. والحجي وحده بيقدر يسوي ويروح يشتغل مزرعه ويجي؟ هو ما هي شغل بيسقي بيعمل بيركوش بهاي بيسوي. طيب الاولاد وينهم الاولاد؟ والله اولاد بالسعوديه عنا 3 بركه. وما اشتقتي لهم؟ والله اليوم فتح التليفون عم بستنى حسن ما جاني. مع بعض التليفون خربان، مع بعض هن ما فطنوا علي. ايوه. ومن كل امتى لامتى بيتصلوا فيكي؟ من جمعه للجمعه. مثل ما تعرفوا نحن هلا ببيت الحجي قاسم، والحجي قاسم هو مضياف كثير مثل كل اهالي الاناضول. وشوفوا هون مأكولات اشكال والوان. هلا حجي احكي لنا شوي عن ايام كنتوا بتعصروا زيتون زمان، شلون كنتوا بتنقلوه؟ شلون كنتوا بتعصروا؟ قديم كنا نحوش الزيتون ونجيبه على المنقلي. بتجمعوا زيتون
نجمع الزيتون نجيبه على المنقل على السراي يعني على ورا بعضنا بعض نطيع. حطوا بها الباطوز الزيتون معصره يعني. السراي بعد يقولوا انتم عنكم معصره نحن نقول الباطوز والدبات بروح حواليه وبيدرسوه. البغله كان يعني دبات الخيل دبات الخيل اي نعم. ولا خابش والطرش الزيتون الزيت والبريز الطرش وشغله حلكه ما كويسه سهل. الحين الحمد لله رب العالمين كلها بريسات نظيفه شغل اوروبا. نعم. جاتكم الات من اوروبا جبناها نحن بريستنا من اوروبا جبناها الحمد لله من ايطاليا. نعم الحمد لله رب العالمين ادانا بتعصر لي يعني حوالي 40 طن البركه. يعني هلا عم تطالعوا اكثر من ايام. بعيد هلا بتحط حبه من هون بتاخذها من هنيك الزيت خالص. لا تعب ولا شقى ولا شيء. وان شاء الله بيجيب لكم مرابح كثيره منيحه. الحمد لله بنحمد وبنشكره احسن من قديم بكثير احسن. طيب الشتاء بالنسبه للشتاء والصيف شلون ما بتلاقوا صعوبه في الشتاء؟ بيكون مطر، بيكون ثلج، بيكون الحمد لله الله يعز الحكومه ما خليت الضيعه سوتها اوروبا خالص يعني مثل اوروبا اصبحت الضيعه. بنقول لك حجي اكيد انت رحت على الحج. الحمد لله من فضل الله رحنا الحمد لله ما ننكر يعني نعمه الله سبحانه وتعالى كتبنا نصيب الحمد لله ورحنا. كم مره رحتوا على الحج حجيتوا؟ الحمد لله 5 مرات رحت انا الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. طيب انت عرفنا انه اشتغلت عده مجالات، اشتغلت قصاب واشتغلت حداد واشتغلت احكي لنا شوي عن الشغل اللي اشتغلته. والله رحنا من هون نحن اول روحتنا اننا نشتغل كنا في البياض كذب ما في يعني رحنا على الحقول يعني. اي نعم. وقت رحنا مع الكفيل رحنا ما نشتغل بالبياض هنيك القولي. بعد ما رحنا لهنيك الزلمه قال يا اخي روح ترزق الله انا طلعت الفيل مشان اجيب العمال وشغله. اي نعم. في 130 قال يا ابني روحوا اشتغلوا بال 130 تعطوني. على السعوديه ما هي؟ على السعوديه ايوه في السعوديه هذا الكلام هذا بس على السعوديه. اي نعم. رحنا هونيك معلومات كنا ما بنعرف نشتغل شغله الا غير انا بشتغل في الاقصابه كنت وبالبياض بس. ايه يعني كنتوا مزارعين وبس. اي نعم زارعين هولي كنا نشتغل. رحنا لهونيك اشتغلنا مع المعلمين. بعد ما اشتغلنا مع المعلمين الحمد لله رب العالمين تعلمنا. يعني ما خلينا شغله الا تعلمنا عماره الياسه بلاد كل شيء الحمد لله تعلمنا وقدرنا نشتغل. نعم. يعني ناخذ عمل ونشتغل الحمد لله وقابلنا مصاري كويسه الحمد لله. اي نعم. بعدين يوم الواحد عم نشتغل رحنا لعند واحد اسمه عبد الله الزهراني. أيوة. يقولوا عبد الله الزهراني. ايوه. يعني ولد يمكن عمره 35 سنه هسه. نعم. بعد ما خلصنا له عمله قال يا قاسم قال بس نشتغل نحن في يقولوا يعني مقاولة وبيكتبوا سند يعني بين بعضنا بعض نكتب مثل سند يعني مثل سند عمل. حتى إذا ما العمل ما مشي كويس بيغرموه لصاحب العمل يعني صاحب الشغل اللي بيشتغل بيغرموه بيخلصوا له مصروف. نعم. وهو بيمضي ونحن بنمضي يعني كفينا بيمضي على الأوراق. نعم. بعد ما خلصنا له الشغل اللي عملناه يعني قال لي حاج قاسم يعطيك العافية قال بس البوية ما قدرت لي إياها قال لازم تصرف لي البوية. قلت له يعني تدهن البيت. ادهاني ايوه ادهاني. اي نعم. قلت له يا اخي ما في بين العماره اللي صلحت لك دهاني ما في بالسند المكتوب بين بعضنا بعض
مقاولة ما في بويا ما في ثاني. إيه. قال بدك غصب عنك. قلت له انت اشو بذر ولا بدك تحكي معي الحكي؟ إيه. اي نعم بتحددني في بيتك. والله ما بأخلف لله الجليل. ايوه ايوه والله قلت له ما بفزع منك لو اجت السعوديه كلها على راسي. ايوه لا بالله العظيم انا ما شاء الله عليك. ايه قلت له انا واحد تركي قلت له في ديني ما اخلف يا غايب والله. قال غصب عنك قلت له والله غصب عني ما بتحكي. قربت صوبي والله حط فيك 100 سكين. قلت له فص بيتك. ايه درت ارجو فوقاني تحتيني ما ابقى احسن تبي حالي. ايه ايه قام وبعدين شو صار؟ سكت وبعد ما سكت وانا اخذت العده بيدي لا اللي بشتغل فيها ايه واخذت وطلعت وبشت. بعد مدي هيك بعد مدي شافني في الشارع قال يا حاج قاسم انا اسف. قال سامحني. هد قلت له روح عن وجهي. دخيل الله روح عن وجهي. قلت له لا ما بدي سامحك ولا بدي اياك. قلت له ايه يا حاج قاسم سامحني. قلت له دخيل الله روح عن وجهي ما بدي سامحك ولا تعرفني ولا اعرفك. ايه انت وبعدين واحد. شو صار؟ بعدين دشيته بعدين الاجار قال انا بعطيك ما بعطيك اجارك. إيه. قلت له انا في معي سند يعني هذا سند عمل. مقاول إيه. سند عمل. ايه انا قلت له بينك على الكرسي واخذ اجاري. ايه مزبوط. لان في مقاول بين بعض لبعض. طبعا طبعا. ايه الله يذكره بالخير كفيلي قال يا ابني قال اذا كان تعملوا سند يعني مقاوله ما بيعطوك اجارك لا تطلب اجارك انت. إيه. تعال خذه مني. أيوة. نعم اما اذا ما في اجار يا اخي لا تجي عندي ما بعرفك ولا تعرفني. مزبوط. والله العظيم هيك صار. نعم قلت له والله انا وبينك على الكرسي اجاري لا اخذه اجر على اجر وبينك ومستريح. ايه واعطاك يا ما؟ والله اخذت منه؟ لا غصب عنه ما مصيبه. والله بريء عليك. هي المقاوله اللي حط لي فيها أيوة. الاجار. إيه. لو ما في مقاوله كان ما بيعطيني. طيب بشكل عام اهل السعوديه كيف كانوا يعاملوكم؟ كانوا مناح معكم؟ اهل السعوديه 12 سنه اشتغلت انا جماعه كويسين كلهم. انت قلت لي انه تعلمت القران قبل 3 سنوات. نعم إيه. شلون تعلمت القران بالسعوديه يعني؟ والله في السعوديه تعلمت. نعم دعيني الله تعالى سبحانه وتعالى يا ربي تفتح على بصيرتي. في مكه هونيك في حرس الله. نعم والله سبحانه وتعالى فتح على بصيرتي الحمد لله وتعلمته. كنت قديم ما بعرف اقرا طويل. ايوه نعم الحمد لله تعلمته الحين القران وبقرا كويس الحمد لله. شلون تعلمت القران بهالسن يعني انت ما شاء الله 83 الحمد لله تعلمت القران الحمد لله. يعني عمرك 83 سنه تعلمت؟ سنة الحمد لله تعلمت. الله قال يا عبادي ادعوني لاستجاب لكم. ايوه وان دعينا حضرة الحق سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى استجاب الحمد لله عنا. الحمد لله دعانا استجاب عنه. حجي في كمان قلت لي في قصه وانت تشتغل قصاب صارت معك قصه احكي لي اياها. صارت معي قصة بالاقتصاد كويسة. إيه. اجى واحد من هالزباين ايه قال اقصى لي لحمة. قلنا له نقص علي. ايوه قال لك تقصى لي هبرة بس صافي. ايه صافي لحم قلت له- احمر صافي. ايوه لحمه حمراء صافي. قلت لك يا اخي قلت له انا اللحم هذا مشتريه كله مع بعضه بعض. اذا قطعت لك يا صافي بتغرمني تكون انا خسرت من لان انا ربحي بربحه وانك تكون خسرتني. ايه مزبوط. ايه بدح لك اياه على حسابك. قال لا بدك انت تزيحه على حسابك انت. قلت له ما بزيحه باك تزيحه ما بزيحه. قال غصب عنك باك تزيحه. ايه بالله قال غصب عنك باك تزيحه. قلت له يا اخي والله غصب عني ما بزيحه. نعم الحكايه اشتدت بين بعضنا بعض وما احسن تبت حالي. ايه هجمت لك عليها الهجمه هو من هاك الميل وانا من هالميل. بين بعضنا سقالي هذا تبع الماكينه. لا تكون شلت الساطور عليه. والله استعطوا مشوا بس هبشته بايدي. رجع صاحب الفرن قال يا حاج قاسم اجى كم تعمل. قلنا يا اخي احكي لي كذا كذا يا بدي اخذ غصب عني. اجى قال لي غصب عنك غصب عني صيح روحي. قلت له ايه ما لي الا قلت له هيك عملت. والله الزلمه دش وراح بعد ما انجرح. دش وراح واذا صاحب الدكان قال يا عمي انت بتموتنا هون بتحبسنا. قالوا لي دخيل الله دش الاغصابه وروح على وجهي. اي والله دشينا الاغصابه وعبنا الاغصابه ويعطيكم العافيه. مشاهدينا اكيد انتم كمان ما مليتوا من الحكي اللي حكاه الحجي قاسم وكان معنا مرح كتير وحكى لنا حكايه وقصص حلوه كتير وضيفنا احلى ضيافه. بتعرفوا انه الكرم هون باهل الاناضول دائما بيكون فوق المستوى. قديش ما بنحكي ما بنقدر نوصفه. هلا بيكون خلص وصلنا الى نهايه المطاف بحلقتنا من برنامج حكايه من عرب الاناضول. على امل اللقاء بكم في حلقه